كان عندي فوبيا أنا وناس كتيرة من كلمة كلام الناس. عايزة أقول بقى للناس اللي بتكلمني دلوقتي أو إن أنا باكلمها، ربنا أعطى للإنسان أو البني آدم عقل بيميز بيه عشان يشغله، مش عشان يحط نفسه في آبار الناس حفراها اللي هي اسمها كلام الناس، عشان يشغله ويعينه على الحياة. ومع ذلك في ناس بتعمل لنفسها آبار كده، بتدفن نفسها جواها اللي هي اسمها كلام الناس. أول بير بتحط نفسك فيه أنا خايف من كلام الناس. بستغرب جدا جدا إزاي إنسان عنده عقل، ربنا اداله عقل كده يعيش حياته وفقا لقاموس حاطط نفسه في قلبه اللي هو ابتدعه مجموعة من البشر اللي هي اسمها كلام الناس. عيشوا حياتكم بالطول وبالعرض، آدام ما بتعملوش حاجة تخالف الدين بتاعنا أو تغضب ربنا. ولو حاجة عيب أو حتى عيب أو حرام، كل واحد يعيش بالطريقة اللي هو عايزه أو اللي شايفها صح، حتى لو كل الطريقة دي بتخالف القطيع اللي هم الناس اللي حوالينا اللي احنا عايشين معاهم. اهدموا آبار كلام الناس، اهدموا الآبار دي، علموا ولادكم ان في فوق رب لينا فوق 7 سماوات، هو اللي بيحاسبنا مش الناس. اهدموا آبار كلمة كلام الناس، طول عمرنا عندنا فوبيا من الكلمة دي، اهدموها. ادام ما بتعملوش حاجة غلط ولا حاجة حرام، اهدموا الآبار دي. لينا رب فوق اسمه الكريم بيحاسبنا وبيحاسب الكل، وعلموا ولادكم على كده.